وتعرف الناس قاعدة في البيوت، فكانت شراء بطريقة عجيبة. شفنا الفيدباك، شفنا المبيعات براشد، شيء عجيب. يعني تخيل احنا بدينا في شهر 3، خلص موسم الشتاء، دخل علينا القيض. كنا نبيع ايام كورونا في القيض افضل مما نبيعه في الشتاء الحين. تخيل. الناس تخبلت في الكورونا. كان بيع مش طبيعي يا ابو راشد. يعني اذكر، انا ما اريد اذكر ارقام، ولكن بعطيك انا مثال من الامثله. نحن كنا دائما نبحث عن التميز. فاول ما فتحنا بديت انا ابحث عن وكالات تجاريه، احاول ان اتميز عن محلات الرحلات الموجوده في السوق، ترى كلها داشه بطريقه شعبيه. فبديت اخذت وكالات كشافات تكتيكال، جبت السكاكين هذه الفولدنج حق اهل الطير. وكان قيض ما حد يشتري سكاكين. الربع يقولوا لي انت صاحي تبنى سكاكين في القيض، تحق عليها مبالغ، ايش تبى فيها ماركات امريكيه، ايش تبى بها؟ قلت له خلوها. لا هو كنت اصور واقدم محتوى عنها وبيع. تخيل بعنا خلال كم شهر فقط سكاكين ب1,000,000 درهم. يعني واحنا في اول سنه اوبريشن، ها فقط سكاكين. شفنا مردود كبير في وقت كورونا صراحه. يعني اللي بعناه في كورونا ما يتعوض.